حياكم الله مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، واهلا وسهلا بكم عبر شاشتكم قناة الدار في حلقة جديدة من برنامجكم مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. ونفس ما عودناكم اسئلتنا تتنوع بين ثقافية وتراثية وثقافة عامة، انا وزميلي محمد اللي يكون وياكم دوم من دلما مول. مشاهدينا تابعونا وخلكم ويانا. مشاهدينا خلنا نشوف أول مشترك معانا وإن شاء الله يحالف الحظ، والسؤال يقول ما اللعبة التي تمارس في ملعب محاط ب4 جدران؟ خلنا نشوف كيف معلوماته نتعرف عليه. السلام عليكم. مرحبا عليك السلام. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. يا مرحبا. نتعرف عليكم من وين؟ حمدان المنهالي من أبو ظبي. حياك الله أخ حمدان، كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. كيف رمضان وياك؟ والله طيبة وأجواء حلوة وأجواء اجتماعية، وإن شاء الله يدوم علينا وعليكم بالصحة والخير والأمان إن شاء الله. آمين يا رب الجميع. شو تسوي في المول خبرني؟ والله نتشرى، طالع عملت أشياء للعيد. نجهز للعيد. نعم طالع من الحين عشان تلحقون الزحمة. أكيد لازم. والله فطرت طالع عملت لازم في كل بيت لازم أي سؤال هذا طالع عملت لازم جوابه سمبوسة وهريس. هذا لازم. والفيمتو عنوان السفرة لازم. بالعافية عليكم والله يتقبل منا ومنكم يا رب طاعتنا. وياك يا رب. حمدان أنت معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد، أسألك سؤال إذا الجواب صح بتفوز إن شاء الله معي بجوائز. إن شاء الله. كيف معلوماتك الرياضية؟ والله زينة. طيب أنا قلت من شوي السؤال والسؤال أعيده لك، ما اللعبة التي تمارس في ملعب محاط ب4 جدران؟ محاط؟ هي لعبة تنلعب بين 4 جدران. يمكن انها السكواش. السكواش يمكن. نحن ما نباك تكون يعني تقولنا يمكن وهذا، نباك تكون متأكد من الجواب. متأكد الجواب السكواش. أكيد؟ أكيد. مثبت؟ ثبت. تسمع كلامه ولا تغير رأيك؟ أكيد السكواش. حمدان سمعت كلامه وكلامه صح ويعطيك العافية، فزت معي بجائزة مقدمة من محل ياس الملكي للعطور تفضل، وبعد كوبون من صالون هاجر حق السيدات حق الأهل طبعا، وإن شاء الله يقضون أوقات ممتعة وكل عام وأنتم بخير. مشكورين ونشكر قناة الدار على هالبرنامج الطيب، وشكرا جزيلا لك خاصة أنت يا مريم. شكرا لك. يا هلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. نتعرف عليكم. معك هند. هند والأخ خولة. خولة. أم هند ولا أم خولة؟ هم الاثنين. الله يحفظها يا رب. بنات خبروني كيف أجواء رمضان وياكم؟ والله حلو. شو المارينا مول اليوم. أهم شيء المارينا. شو تسوون في المارينا خبريني؟ يعني شوي شوبينج. شوبينج. شو فطرتوا؟ تمشي يعني. سوينا حريرة. أهم شيء. هي أهم شيء. أوكي. سوينا طاجين. طاجين شو؟ طاجين مغربي. بس أنا عارفة إنه يتعدد كذا له أنواع صح؟ بالكفتة. يلا بالعافية عليكم. شو بعد كيف تشوفون الصيام تعب ولا يمر الوقت بسرعة؟ والله أوكي بس شوي مع الدوام تعب. نعم. والله حلوة يعني تمام. بنات الله يقويكم يا رب، وأنتم معاي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. أسألكم سؤال وإذا الجواب صح بتفوزون إن شاء الله معاي بجائزة. جاهزين؟ جاهزين. كم هو عدد أسنان الحصان؟ إذا ما أسنان الحصان. أعطيكم اختيارات؟ ها هند؟ بس إذا أعطيتكم اختيارات بنثبت على جواب واحد، شو رايك؟ أوكي. ها خولة. أعطينا اختيارات. الاختيارات هي 40 أم 20 أم 60؟ 40 أم 20 أم 60؟ 40. خولة تقول 40. آخر جواب 40. أوكي 40. هند شو 40 ولا 40؟ مثبت؟ أوكي. يعطيك العافية، يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. فزتوا معاي بجائزة مقدمة من كوبون صالون سلمة آيز حق السيدات تفضلي، وبعد كوبون من مطعم سبيسيال في دلما مول حق الفطور. أتمنى تنال إعجابكم الجائزة وكل عام وانتم شكرا. شكرا تسلمين انتم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انت بخير يا هلا. نتعرف عليكم. نجاحي محمد. حياك الله نجاح. هلا. هلا. نبال. من الأردن؟ من الأردن. خبروني كيف أجواء رمضان وياكم؟ ما شاء الله تمام والله الحمد لله. شو طبختي؟ والله كنا معزومين. يعطيكم العافية. وأول أيام شو سويتوا؟ ويعني بتعرف أول يوم احتفال هيك يعني ششبرك. أهم شيء. شو الأكلات اللي تفضلها لازم تكون موجودة على مائدة الفطور؟ يعني السلطات، العصائر، سمبوسة. شوربة العدس. أكيد لازم الشوربة تكون موجودة.
أنتم معاي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. أسألكم سؤال وإذا الجواب صح بتفوزون إن شاء الله معاي بجوائز. جاهزين؟ الله كريم إن شاء الله. يلا. السؤال يقول: ما هي وحدة قياس الزلازل؟ رختر. رختر. ليختر. رختر. رختر. هو جهاز سلاسل ليختر الجهاز. جهاز ليختر. رختر بلا رختر. أكيد؟ أكيد. يعطيكم العافية، وأنا كسبت مشاركتكم وكسبتوا بعد معانا جائزة مقدمة من مطعم سبيسيال حق الفطور. تفضلي. وبعد كوبون من سلم آيز صالون حق السيدات. يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. شكرا يعطيك. شكرا لك. كنتم بخير. علينا وعليك يا رب. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، بس الحين انتقل لزميلي محمد في دلما مول. أتمنى تستمتعون وياه. خلكم معنا. شكرا الزميلة مريم. لا زلنا معكم مشاهدينا الأعزاء في دلما مول، وأيضا عندنا هني متسابقين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب إن شاء الله. مبروك عليك الشهر الفضيل. الله يبارك في عمرك يا رب. عندنا سؤال مسابقات الدار رمضان والعيد. راح نسألك سؤال وإن شاء الله تجاوب عليها، وحتى لو ما عرفت الإجابة راح نساعدك. إذا ما عرفت الإجابة قول لي أعطني اختيارات، راح أعطيك اختيارات إن شاء الله تجاوب وتاخذ الجائزة. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال يقول: يستطيع الحصان خلني أكمل سؤالي. يستطيع الحصان أن يعيش بدون أكل مدة، تعرف المدة ولا أعطيك اختيارات؟ لا أعطينا الخيارات. أوكي. يستطيع الحصان أن يعيش بدون أكل مدة 25 يوم أو 26 يوم أو 27 يوم. الإجابة رقم 1. كم يوم يستطيع الحصان أن يعيش بدون أكل؟ 25 يوم. متأكد 25 يوم؟ إن شاء الله. ما رد عليك المعلومة هاي من قبل ولا بس قلت يلا على البركة باخذ الأولى؟ والله يعني مرة شوي يعني أنا بال 25 والإجابة اللي بعدها، بس نقول 25. 25 يوم بالفعل. 25 يوم يستطيع الحصان أن يعيش بدون أكل. فزت معانا بجائزة مقدمة من البيتي كافيه، عبارة عن بوفيه إفطار لشخصين. تفضل. الله يكرمكم. شكرا لكم. جزاكم الله خير. حياك الله عزيز. عليكم إن شاء الله. الله أكرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب. الله يبارك فيك يا رب، وعمتم بخير ونعاد عليكم إن شاء الله. مسابقات الدار رمضان والعيد. تسمعني ولا ما تسمعني؟ سامعك بس علي صوتك شوي. مسابقات الدار تسمعني الحين؟ مسابقات الدار عندنا رمضان والعيد، برنامج مسابقات الدار رمضان والعيد. عندنا أسئلة نسأل زوار دلما مول وندردش معاهم، وطبعا هذه كلها أسئلة ثقافية. نحن نستفيد، هم يستفيدون أيضا، المشاهد يستفيد، وإن شاء الله تجاوب عليها وتاخذ جائزة قيمة مقدمة من قناة الدار، من الشركات المساهمة في جوائزهم إلى قناة الدار. حلو الكلام؟ إن شاء الله بإذن الله. السؤال يقول: عدد اللترات التي يحتاجها الدماغ البشري من الدماء يوميا لكي يعمل، يعني كم عدد من اللترات التي يحتاجها الدماغ يوميا، من الدماء البشري. ايوه، يحتاج جسم الانسان او دماغ الانسان يحتاجها، كم لتر يحتاج من الدم لكي يعمل يوميا؟ كم لتر تقريبا؟ لترين بعتقد. لترين هذا ماي نشربه ويروح. اكد لترين. المعلومة اللي بعرفها هيك أنا. راح اعطيك اختيارات انا، لكن اذا ما عرفت تجاوب ما راح اعطيك اجابه، بس تعطيني اجابه واحده، يعني مش اجابه واحده بعدين تقول لي والله اجابه ثانيه، اجابه واحده. حلو الكلام؟ إن شاء الله. الاجابه تقول 1000 لتر. قلت لي لترين، ها؟ 1000 لتر او 2000 لتر او 3000 لتر يحتاج الدماغ البشري من الدم لكي يعمل يوميا. ما عندي معلومة، بس بقول لك 1000. ما بعرف. بس كذي تبغيها على البركه يعني؟ مش هيك، ما عندي معلومة فيها من قبل يعني. بس بعتقد 1000. تعتقد 1000؟ بالفعل هو 1000 لتر يوميا يحتاجها الدماغ البشري من الدم يوميا لكي يعمل
فزت معانا بجائزة مقدمة من مجموعة سبيسيال عالمية الطابق الأول، عبارة عن بوفيه إفطار لشخصين. تفضل. شكرا لك. مشاهدينا خلينا ناخذ مشتركين يدد وان شاء الله يكونون من الفايزين معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عزيز. تعرف عليكم من وين؟ حنان من الأردن. حنان حياك الله. والأخ؟ محمد من الأردن. حياكم الله. خبروني كل عام وانتم بخير أول شيء. وانت بخير حبيبتي. شكرا. ما شاء الله الحمد لله. لا ميسرة. لا احنا متعودين الحمد لله. يلا الحمد لله. شو تسوون في المول خبروني؟ والله تسوق. شوبينج لخطوبتنا ان شاء الله بعد رمضان. يلا الله يتمم عليكم على خير. بعد شو طبختوا خبروني؟ البيت. اليوم شو اكلنا اليوم؟ مقلوبة. أهم شيء. وأمس منسف. يلا بالعافية عليكم. أنتم معاي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. أسألكم سؤال وإذا الجواب صح إن شاء الله تفوزون معاي بجايزة. إن شاء الله. جاهزين؟ إن شاء الله منيحة. إن شاء الله. يلا إن شاء الله. سؤال يقول ما هي الدولة العربية التي تقع في إفريقيا وآسيا؟ دولة عربية تقع في إفريقيا وآسيا. يعني في النص بين إفريقيا وآسيا. أعطيكم اختيارات إذا ما تعرفون؟ أعطينا خيارات. بس بتثبتون على جواب واحد. شو رأيكم؟ لا. إن شاء الله. مصر أم السودان أم ليبيا؟ مصر. مصر لأنه فيها سينا اللي هي بتقع تابعة لمصر، هي اللي بتقع بين أو خليج العقبة بمعنى أصح، هي اللي بين آسيا وأفريقيا. إن شاء الله مصر. مصر. ثبت. حنان يعطيكم العافية. فزتوا معي بجائزة مقدمة من ياس الملكي للعطور. أتمنى تنال إعجابكم الجائزة وشكرا لكم على المشاركة. شكرا حبيبتي. يعطيك العافية. وأنت بخير بالصحة والسلامة. شكرا لك. ناخذ مشتركين يدد وإن شاء الله يكونون من الفايزين. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليكم من وين؟ صالح المنصوري أبو ظبي. حياك الله أخ صالح. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب إن شاء الله. كيف أجواء رمضان وياك؟ والله الأجواء طيبة. أكيد. الحمد لله. شو سويت في المول خبرني؟ والله المول من فترة طويلة ما زرت المول، واليوم ما شاء الله زيارة وفيها الحركة قوية. أخذت لي بعض تتشرح حق العيد ولا؟ لا بعدنا شوي. يلا إن شاء الله تقضي أوقات ممتعة هني. صالح أنت وياي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. أسألك سؤال وإذا الجواب صح بتفوز إن شاء الله معاي بجائزة. إن شاء الله. كيف معلوماتك العامة؟ والله لا بأس. أوكي. في أي دولة، السؤال يقول في أي دولة يقع قبر الجندي المجهول؟ تبع أي دولة؟ الجندي المجهول؟ أعطيك اختيارات؟ زين. بس بنثبت على جواب واحد. إن شاء الله. فرنسا أم إيطاليا أم إسبانيا؟ فرنسا أم إيطاليا أم إسبانيا؟ فرنسا. مثبت على شو؟ فرنسا أم إيطاليا أم إسبانيا؟ والله يقول فرنسا. أكيد؟ إن شاء الله. صالح استعجلت وجوابك صح. يعطيك العافية. فزت معي جائزة مقدمة من محل ياس الملكي للعطور. أتمنى تنال إعجابك وكل عام وأنت بخير. شكرا. شكرا لك. ناخذ مشتركين يدد وإن شاء الله يكونون من الفايزين معانا. مشتركين من أهل الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير صحة وسلامة. تعرف عليكم من وين؟ من أبو ظبي. عبد الله وياك. عبد الله. من أبو ظبي. سالم من المزراوي. حمد المزراوي. أحمد. الحين أحمد وسالم وسالم عبد الله. زين شو رايكم نقرب كنا مع بعض عشان نطلع كنا في الكادر مرة واحدة؟ كيف أجواء رمضان وياكم؟ أجواء ما شاء الله على أجواء رمضان. أجواء اجتماعية. صح وعائلية أكثر. أكيد. شو تسوون في المول؟ والله نتمشى ونتشرون حق ذي. نسوي لقاء. يعني سبيشالي حقنا؟ جاي أسوي لقاء مع الدار أنا. اوكي ان شاء الله تكون من الفايزين معانا. شباب انتم معاي في مسابقات الدار مهرجان رمضان العيد. اسالكم سؤال واذا الجواب صح بتفوزون ان شاء الله معاي بجائزه. ان شاء الله. إن شاء الله. السؤال يقول ما هو علم يهتم باكتشاف الكهوف والمغارات والبحث عنها؟ عند الرياض. تراك جاي عشاننا.
المفروض تكون جاهز. يعني في العلم. عيد السؤال. شو العلم اللي يهتم باكتشاف الكهوف والمغارات والبحث عنها؟ الجيولوجيا. فيزياء. جغرافيا. فيزياء. ما أعرف. بتزعلوني تي. اعطيني سؤال ثاني صعب. ما عندي اختيارات. اعيد السؤال. هو علم يهتم باكتشاف الكهوف والمغارات والبحث عنها. الاستغواث. ثابتين على. ما بتغيرون رايكم؟ لا ما نغير. شباب جوابكم صح، يعطيكم العافيه وفزتوا معاي بجائزه مقدمه من محل ياس الملكي للعطور. تفضلوا الجائزه، اتمنى تنال اعجابكم وكسبنا مشاركتكم ويانا في الحلقه. مشكوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. نتعرف عليكم من وين؟ انا من فلسطين. شو الاسم؟ بلال. بلال. طارق. راشد. خبروني شو تسوون في المول؟ والله قاعدين نتمشى. ايوه. شو الصيام وياكم؟ اوكي. كلكم صايمين ولا؟ ايوه صايمين. ولا من وراء الاهل تفطرون؟ لا اكيد. اوكي شباب، انتم معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. اسالكم سؤال واذا الجواب صح بتفوزون ان شاء الله معي بجائزه. جاهزين؟ اعطيكم سؤال في اللغه العربيه، كيف معلوماتكم في اللغه العربيه؟ اوكي؟ الحمد لله. يلا بنشوف الحين. في اللغه هو الشخص المجيد والمتقن لعمله، شو نسمي هالشخص؟ شاطر. في خيارات. في اللغة العربية شو نقول للشخص المتقن لعمله والمجيد؟ نوعا ما. ممتاز. مجتهد. شو رايكم اعطيكم اختيارات؟ واذا اعطيتكم اختيارات اوكي بتثبتوا لي على جواب واحد. اوكي؟ بعطيكم يعني نفس الاختيارات اللي قلتوها. مجتهد، اوكي، البارع، ام شو بعد؟ ازيدكم ولا بس خلاص؟ بس. بارع. ها؟ انا بقول خلاص مجتهد. مجتهد. ثبتوا على النفس؟ ايوه مجتهد. ما بتغيروا رايكم؟ لا. اكيد؟ بتغيروا رايكم؟ لا البارع. خلاص البارع. ها؟ اباكم تفوزون. البارع. شباب صراحة استعجلتوا بس الجواب صح. يعطيكم العافية وفزتوا معي بجائزة مقدمة من جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من نانو سبا. يعطيكم العافية وشكرا لكم على المشاركة. شكرا. يا هلا. ناخذ مشتركين يدد وان شاء الله يكونون من الفائزين. مشتركين مشترك من هلا الدار. سامعك؟ عليك السلام ورحمة الله وانت بصحة وعافية. عرفني بالاسم ومن وين؟ سالم المنصوري من بوظر. حياك الله اخ سالم. كيف اجواء رمضان وياك؟ والله بس طيبة الحمد لله والامور في سهالات الحمد لله نحمد الله. الحمد لله. لا الحمد لله يعني مهما تهوبنا منه هي رمضان بركة ان شاء الله. لابد منا، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. سالم انت معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. اسالك سؤال واذا الجواب صح تفوز معي بجائزة ان شاء الله يا رب. كيف معلوماتك العامة؟ طيبة. اكيد. ان شاء الله نعطيها بي بلس. نعطيها بي بلس. احنا نبغى ايز بتكون من ال يلا ان شاء الله اي بلس. يلا اوكي. ما هي عاصمة تايلاند؟ عاصمة تايلاند بانكوك. شو رايك في السؤال؟ لا سؤال طيب وسهل بس الجواب مو متأكد منه. لا متأكد. أكيد. لكن كنا يعني نتأكد ان الإجابة صحيحة. شو الجواب صح ولا؟ لا متأكد. شو برايك؟ 100% صح. أكيد. مرة. سالم يعطيك العافية بس الجواب صح. شكرا لك. فزت معي بجائزة مقدمة من محل ياس الملكي للعطور. أتمنى تنال إعجابك الجائزة وشكرا لك على المشاركة. الله يسلمك. كل سنة وأنت طيب. انت طيب وصحة وسلامة. سؤال عندنا مسابقات الدار رمضان والعيد. عندنا سؤال يقول، طبعا أكيد أنت كنت تتابعنا وتعرف أن برنامج مسابقات الدار نسأل سؤال وإن شاء الله تجاوب عليه. حلو الكلام؟ بإذن الله تعالى. إذا جاوبت أكيد راح تأخذ جائزة قيمة مقدمة من الشركات المساهمة في قناة الدار. حلو الكلام؟ نعم. حلو الكلام. أوكي. السؤال يقول، من هو الصحابي الجليل الذي اشتهر بقصر قامته؟ من هو الصحابي الجليل الذي اشتهر بأنه قصير؟ إذا في خيارات عندك. يا أخي بدون اختيارات ما تعرف تجاوب؟ والله متشكك أنا في الجواب لكن الخيارات. متشكك أكيد في الجواب ولا ها؟ يعني تقريبا.
اوكي، الصحابي هو عبد الله بن مسعود او ابو هريره او سعد بن عباده؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو الذي كان يشتهر بقصر قامته، هو الصحابي الجليل الذي كان يشتهر بقصر قامته. اكيد ان شاء الله باذن الله. اكيد ان شاء الله. نعم، عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل الذي كان يشتهر بقصر قامته رضي الله عنه وطبعا رضي الله عن الصحابة كلهم. فزت معانا بجائزة مقدمة من البيتي كافيه، عبارة عن بوفيه افطار لشخصين. تفضل. جزاك الله خير، كل عام وانتم بخير. شكرا. وانت بألف خير. السلام عليكم. السلام. كل سنة وانت طيب. طيب طيبين. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عندنا السؤال برنامج مسابقات الدار رمضان والعيد، وان شاء الله تجاوب عليها. راح نسألك سؤال ان شاء الله تجاوب عليه وتفوز معنا، ايش رايك؟ ان شاء الله بي. يعني اكيد نسألك ولا تروح؟ لا اكيد ان شاء الله. زين. السؤال يقول: ما هو اعلى جبل في العالم العربي؟ اعلى جبل في العالم العربي. في اختيارات ولا؟ راح اعطيك اختيارات. هل هو جبل طارق او طوبقال او الجبل الاخضر؟ يعني هل هو جبل طارق او جبل طوبقال او الجبل الاخضر هو اعلى جبل في العالم العربي؟ الجبل الاخضر. وين يقع الجبل الاخضر؟ مش عارف حقيقة. مش عارف. الجبل الاخضر يقع في سلطنة عمان، لكن ليس هو اعلى جبل. اجابة خاطئة، وان شاء الله تفوز معنا مرة ثانية. ان شاء الله. السلام عليكم. وبركاته. كل سنة وانت طيب. انت طيبين. مبروك عليك الشهر الفضيل. عليك فيك في عمرك. ايش تسوي في دلما مول؟ خبرنا اول. ندخل شوي على الكارفور نتسوق. دلما مول حلوة، شفنا اعلاناتها في ابو ظبي. الله يعطيك العافية. عندنا سؤال برنامج مسابقات الدار رمضان والعيد، راح نسألك سؤال ان شاء الله تفوز معانا، ولو ما عرفت الإجابة راح نساعدك بالاختيارات وان شاء الله تفوز معانا. حلو الكلام؟ حلو. السؤال يقول: من أول من أصيب بالجدري؟ أول من أصيب بالجدري، مرض الجدري. ما في خيارات؟ من الأنبياء. يمكن سيدنا أيوب. مش ممكن سيدنا أيوب، أكيد هو سيدنا أيوب عليه السلام هو أول من أصيب بالجدري، وفزت معانا بجائزة مقدمة من البيتي كافيه الطابق الأول دلما مول، عبارة عن بوفيه إفطار لشخصين. السلام عليكم. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليكم يا رب. عندنا السؤال يقول: أنا سألته السؤال من قبل وما عرفوا إجابته. حلو؟ عندي السؤال يقول: ما هو أعلى جبل في العالم العربي؟ أعلى جبل في العالم العربي. هل هو، لحظة أعطيك اختيارات ولا تعرفين الإجابة؟ لا، هو أعرف أعلى قمة جبل اللي هي إيفرست، بس في العالم. أنا قلت في العالم العربي. بس لا، ما يعني في اختيارات. راح أعطيك اختيارات، بس لو ما عرفت الإجابة ما راح أخذ منك إجابة واحدة. هل هو جبل طوبقال أو جبل طارق أو الجبل الأخضر في عمان؟ الجبل الثاني إيه؟ جبل طارق أو جبل أخضر أو جبل طوبقال. الأخير اللي هو طوبقال. جبل طوبقال هو أعلى جبل في العالم العربي؟ تقريبا يعني. نعم، جبل طوبقال هو أعلى جبل في العالم العربي. فزتي معنا بجائزة مقدمة من نانو 7. شكرا، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. الله أكرم. تفضلي الجائزة. شكرا. أيضا معنا متسابق مشاهدينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. طيب حياك الله. عندنا السؤال من مسابقات الدار رمضان والعيد، راح نسألك إن شاء الله تجاوب عليه. إن شاء الله. السؤال يقول: متى يصبح الحصان مسنا؟ يعني متى، في أي عمر يكون الحصان صار كبير في السن، خلاص مسن؟ راح أعطيك اختيارات. حلو؟ يوم يكون عمره 7 سنوات أو 9 أو 11 سنة. يمكن عمره 9 سنوات. الحصان يوم يكون مسن في عمر 9 سنوات؟ أنا أتوقع هيك. 11. الإجابة خاطئة واسمح لنا.
مشترك جديد فايز، يمكن هي يمكن لا، خلينا نشوف كيف معلوماته. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك؟ أنا هيان. هيان من وين؟ من أبو ظبي. حياك الله وحيا الله أهل أبو ظبي. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة وسلامة. كيف أجواء رمضان وياك؟ والله الحمد لله، جلسات الأمور طيبة. مع الأهل ها؟ نعم، الأهل الربع الأمور زينة. والله تبضع حق العيد عند إخواني تبضع العيد. حق العيد ها؟ نعم. الحين أنت وياي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد، أسألك سؤال وإذا الجواب صح بتفوز معاي بجائزة. هلا لا تستعيل ها؟ لا مش مستعيل. أوكي. السؤال يقول في المدن، ما هي أول مدينة إسلامية بناها المسلمون خارج الجزيرة العربية؟ ما هي أول مدينة إسلامية بناها المسلمون خارج الجزيرة العربية؟ إذا ما تعرف أعطيك اختيارات؟ لا عندي المعلومات التاريخية زينة. يلا خبرني. خارج الجزيرة؟ خارج الجزيرة العربية. البصرة؟ ما أعرف. لا هي البصرة إن شاء الله. أموري طيبة، أنا في التاريخ أموري طيبة معليش. أكيد؟ هلا ثبت؟ مرة أمورش طيبة. ما تغير رأيك؟ هاتي الجائزة بس. متأكد؟ كلامه صح، يعطيك العافية، فزت معي بجائزة مقدمة من محل ياس الملكي للعطور، أتمنى تنال إعجابك وكل عام وأنت يا حيا، إن شاء الله ما قصرت وتسلمون على المقابلة. ويا هلا. ناخذ مشترك آخر إن شاء الله يكون من الفايزين معانا، خلينا نشوف كيف معلوماته. سامعك؟ وعليكم السلام، مرحبا. نتعرف عليك ومن وين؟ حمد سلطان من هاني بنياس. حياك الله حمد وحيا الله أهل بنياس. وبش حيا هلا يا مرحبا. كيف أجواء رمضان وياك؟ والله الحمد لله. أكيد؟ الله. الأخ تفضل معانا. أهلين وسهلين. صالح المنهالي. صالح، خبروني شو تسوون في المول؟ والله نتمشى نتشرى. ها صالح وياه؟ نفس ما يقول نتشرى، نجلس في الكوفي شوي، نطلع أشكال جديدة ويصير. طبعا لا تنسون انتم جايين عشان تشتركون معنا في المسابقة بعد. صحيح يعطيك العافية. يعطيكم العافية. انتم معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد، أسألكم سؤال وإذا الجواب صح بتفوزون إن شاء الله معي بجايزة. أوكي. كيف؟ الله يطول أعمار شيوخنا إن شاء الله. ويعطيهم العافية. بارك لهم بالشهر. إن شاء الله يعود عليهم كل حول وكل سنة، لا فاقد ولا مفقود. ها نرد لأسئلتنا وكيف مودكم؟ أوكي نبدأ بالسؤال؟ ابدأ. نقول بسم الله؟ بسم الله. يلا، السؤال هو في الأصل ابتداء الخطبة أو القصيدة الشعرية من غير تهيؤ سابق لها، شو نقول حق الرجال أو الشاعر اللي يبغى يقول يعق قصيد أوكي بدون ما يتهيأ له؟ شو نسمي هالشيء؟ عيد السؤال. هو في الأصل ابتداء الخطبة أو القصيدة الشعرية من غير تهيؤ سابق لها، يعني ما حد يعني الشاعر ما يتهيأ للقصيدة اللي الارتجال. ها ترجل. الارتجال. نثبت؟ على الله ثبتي. الارتجال؟ أكيد؟ إن شاء الله. حمد. إن شاء الله. مثل ما يقول خويي. استعجلتوا. استعجالكم صح. يعطيكم العافية، فزتوا معي بجائزة مقدمة من محل ياس الملكي للعطور، أتمنى تنال إعجابكم وشكرا على المشاركة. يعطيك العافية إن شاء الله، وبيض الله وياك ويا مرحبا ويا مسهلا. تحية. الله يحفظكم، مع السلامة. مشاهدينا خلنا نشوف مشتركين إن شاء الله يكونوا من الفايزين كلهم، نتمنى الفوز للجميع يا رب. تعالوا معي. سامعك؟ السلام ورحمة الله. تعرف عليكم من وين؟ صائب من فلسطين. عفوا؟ صائب من فلسطين. ايمان من فلسطين. ايمان حياك الله، كيف اجواء رمضان وياكم؟ يا تمام الحمد لله. هذه اول سنه ولا؟ لا احنا من زمان متعودين نيجي. شو طبختي؟ خبريني على الفطور. وين؟ لا اليوم اكل جاهز. جاهز من برا ليش؟ هي. وين اليوم اجازه، اخذت بكره. تمام يعطيك العافيه. انتم ايمان وصائب انتم معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد، اسالكم سؤال واذا الجواب صح بتفوزون ان شاء الله معي بجائزه، جاهزين؟ جاهزين. هي طريقة الزخرفة الإسلامية وتعتمد على الأشكال الهندسية أو الخطوط المنحنية. شو نسميها؟ فسيفساء؟ لا. عيد السؤال كمان مرة. هي طريقة الزخرفة الإسلامية وتعتمد على الأشكال الهندسية أو الخطوط المنحنية. ما بعرف فسيفساء. ما في غير فسيفساء. فسيفساء. شو الخيارات؟ ما في خيارات؟ هندسية. تعتمد على الأشكال الهندسية أو الخطوط المنحنية. ما في جواب. أكيد ما في. بس أنا كسبت شوفتكم ومشاركتكم معي في الحلقة. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا. يا هلا.
ناخذ مشتركين اليدد ان شاء الله يكونوا من الفايزين. وينهم؟ بعدني ما بغير السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليكم من وين؟ أحمد من مصر. أحمد من مصر. ربع وأحمد وش السالفة؟ زين، كيف أجواء رمضان وياكم؟ الحمد لله حلو، رمضان حلو السنة دي. لا هننزل إن شاء الله كلها نفس اليوم 15 ساعة. نفس الاسم ونفس البلد وممكن كمان نفس يوم السفر لا تقولوا لي نفس الحارة بعد. يا ريت والله. لا بس هنسكن جنب بعض. زين، خبروني انتم في نفس المدرسة هني بأبو ظبي؟ لا مدرسة غير، بس نمتحن في نفس المدرسة. يلا الله يوفقكم والله يخليكم لبعض. شباب، انتم معي في مسابقات الدار مهرجان رمضان والعيد. اسالكم سؤال واذا الجواب صح بتفوزون معي بجائزه ان شاء الله. اسالكم نفس السؤال اللي سالته من شوي حق العائله. هي طريقه الزخرفه الاسلاميه وتعتمد على الاشكال الهندسيه او الخطوط المنحنيه، شو نقولها؟ فيها ارابيسك. 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 اكيد. خدناها في التاريخ. ايوه احنا علمي خدناها في التاريخ. ايوه ارابيسك. يعطيكم العافيه، بس الجواب صح. شكرا لكم وفزتوا معي بجائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من نانو إسبات. تفضلوا ويعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. بخير. مع السلامة. ايضا معنا مشاهدينا متسابق موجود من زوار دلما مول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر الفضيل. الله يبارك فيك، مبروك عليك الشهر، ربنا يتقبل منا ومنك صيام وقيام إن شاء الله. الله يسلمك. راح اسالك سؤال. نحن برنامج مسابقات الدار رمضان والعيد، نحن طبعا راح انوه مشاهدينا ان راح نتواجد نحن في دلما مول من 1 الى 12 رمضان، او في مولات ابو ظبي من 1 الى 12 رمضان، ومن ثم سنتوجه من 12 رمضان الى ارض المعارض لتغطيه مهرجان رمضان والعيد. عندنا السؤال في مسابقات الدار وان شاء الله تربح معانا. توكلنا على الله. السؤال يقول: متى يعتبر الحصان مسن؟ الحصان يعني متى يكبر في السن ويعتبر انه مسن؟ من عمر 7 سنوات او 9 او 11 سنه. انا هذا السؤال سالته لشخص من قبل ما عرف يجاوبه. والله يرد علي السؤال، انا ما شو السؤال؟ متى يعتبر الحصان مسنا؟ يعني متى يعتبر الحصان كبير في السن؟ هي شايب عليك نور. متى يعتبر انه كبير في السن؟ يوم يكون عمره 7 سنوات او 9 سنوات او 11 سنه؟ 11 سنه. متى يعتبر الحصان مسنا او كبير في السن او نفس ما تفضلت شايب؟ يوم يكون عمره 7 سنوات او 9 سنوات او 11 سنه؟ 7 سنوات. قبل شوي قلت 11، الحين مره واحده نزلت 7. 9 سنوات. ايه لا يا اخي نبغي نساعدك يا اخي. 7 سنوات. 7 سنوات. يعتبر الحصان مسنا يوم يكون عمره 7 سنوات بالفعل. فزت معانا بجائزه مقدمه من البيتي كافيه، عباره عن بوفيه افطار لشخصين. مشكورين، يعطيكم العافيه. شكرا. الله يعطيك العافيه. لا زلنا معكم مشاهدينا في متسابق ايضا اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين، مبروك عليكم الشهر الفضيل. الله يبارك فيك. في سؤال من مسابقات الدار رمضان والعيد. السؤال يقول: زين راح اسالكم سؤال وان شاء الله يكون سهل عليكم. ما معنى الياقوت؟ الياقوت الحجر. الياقوت. ما معنى الياقوت؟ الياقوت حجر، بس ما معنى الياقوت؟ اختيارات. في اختيارات. معنى الياقوت هل هو النار او الفحم او شراره؟ الياقوت. خلوهم اثنين اجابتين. الياقوت معناها النار او الفحم او شراره؟ الشراره. ياقوت معناها مو بالشراره. كل سنه وانت طيبه، والاجابه خاطئه. لا خلاص الاجابه خاطئه. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. لا زلنا معكم مشاهدينا. ايضا في متسابق اخر يعني. السلام عليكم. ورحمه الله يحييك. كل سنه وانت طيب. انت بصحه وسلامه ان شاء الله. مبروك عليك الشهر الفضيل. علينا وعليك ان شاء الله. انا في سؤال سالته من قبل، راح اسالك اياه انت مره ثانيه. حلو الكلام. ما معنى الياقوت؟ تعرف معنى الياقوت؟ معنى الياقوت راح اعطيك اختيارات. هل هو النار او الفحم او شراره؟ النار. طبعا الياقوت معناها مشاهدينا الاعزاء هو النار. فزت معانا
بجائزة مقدمة من البيتي كافيه عبارة عن بوفيه إفطار لشخصين. لا زلنا معكم مشاهدينا الأعزاء. أظن راح يكون معانا آخر متسابق من متسابقين يعني دلما مول في حلقة اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين ومبروك عليكم الشهر الفضيل. وعليكم إن شاء الله. تسلم. في سؤال مسابقات الدار رمضان والعيد، راح نسألكم سؤال وإن شاء الله تجاوبون عليه. إن شاء الله. السؤال يقول أوكي، من هو أمير الشعراء؟ أحمد شوقي. ما شاء الله عليها جاوبت بدون اختيارات. أمير الشعراء بالفعل هو أحمد شوقي. فزت معانا بجائزة مقدمة من نانو سبا. شكرا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. قولي لي مرة ثانية الإجابة. أحمد شوقي. أحمد شوقي أمير الشعراء. بالفعل الإجابة صحيحة. أحمد شوقي أمير الشعراء هو أمير الشعراء. نشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم لحلقة اليوم، على أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مسابقة الدار رمضان والعيد. إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم آخر من هذا الشهر الفضيل.